سؤال ليه جمهور مش قليل. كل ما نقابل حد في التغذية تلاقي كل الناس كل الأسئلة عايزين نخس، صحتنا، لازم ننزل في الوزن. في جزء كده أغلب الناس ناسياه، جزء بتاع النحافة. فيعني برضو عايزين نعرف الناس ماشية على في موضوع النحافة ده على وصفات خلطات. تلاقي حد طالع على تيك توك او حاجه يقول هنحط كذا على كذا وتنزلي تشتري من عند العطار كذا وتاكلي 9 مرات في اليوم ايه وتسيبي ايه وتعملي ايه وان شاء الله تبقي تزيدي 30 كيلو في 3 ايام. وناس تانية نحط كورتيزون على فتح شهيه على مش عارف ايه التركيبه الشهيره دي، وتلاقي جالها مشكله من موضوع كورتيزون، دخلت في سكر ولا دخلت في حاجه. فكنا عايزين نعرف برضو الكاتيجوري ده يقدر يعمل ايه يا دكتور؟ هو برضو يا دكتور نفس المشكلة، بناخد معلوماتنا من مين ومين اللي بيحكم انا عندي نحافة ولا لا؟ ناخد معلوماتنا من الفيسبوك طبعا. الله ينور عليك. فيسبوك كده الناس تقعد بالليل تفتح الفيسبوك هو والتيك توك نعرف بالظبط ايه اللي بالظبط اللي هعمله مصدر بكره. المعلومة أيوة. بالظبط، ما المصدر، مين اللي عالجني. يا جماعة في مهنة اسمها مهنة الطبيب. أيوة. طبيب التغذية. ايوه انا مريض نحافة مظلوم ده طبيب اتجه التغذيه ده. لطبيب التغذية. تمام. يشوفك الاول. صح. في تحاليل لازم بتتعمل، في اسسمنت للحالة، هل انت فعلا عندك نحافة ولا انت من كتر الهواجس اللي انت عايشها. ساعات بتيجي مثلا واحدة جوزها بيتهمها انها جسمها مش حلو. تمام. زي ما في جوز بيكريتيسايز او بينتقد الزوجه التخينه، في زوج بينتقد الزوجه النحيفه او هو شايفها نحيفه. هو شايفها نحيفه. ممكن هي ما تكونش نحيفه اصلا، يعني كل واحد معتقد ان هو نحيف ومش نحيف اصلا. بالظبط. او ممكن يكون في شويه، يعني احنا مش عايزين ندخل في مشاكل عائليه. لا ماشي برضه يعني. هو بيحاول ياندر استيميت هير، يعني انتي وحشه باي شكل، انتي جسمك مش حلو. تمام. فهل هي فعلا نحيفه ولا لا؟ تمام. لا، وهي ما تنفعش تتعالج كده من خلال اراء الفيسبوك. ايوه. دي حاله لازم يتعمل لها جود اسسمنت، يعني لازم الحاله تشوفها هل ليها سبب جيناتيك وراثي، هل العيله تتسم بالنحافه، هل ليها سبب هرمونال، عندها مثلا هايبرثايروديزم، زياده في افراز الغده الدرقيه، هل عندها مشكله في المعده مثلا، بتعاني مثلا من الجاسترايتس، عشان كده مفيش امتصاص كويس للاكل او حاجه. فلازم يبقى في دكتور هيسمع، ولازم يكون طبيب بشري عشان يقدر يشخص الحاله دي دايجنوزد على انها ايه. تمام. على اساس الدايجنوزس هيبدا العلاج. معاها بقى هل في مشكله كمان في نقص المعادن او الفيتامينات، لان في حالات كتيره جدا بتجيلك هي الانيميا مش نتيجه، مش هي علامه النحافه، لا هي النحافه هي اللي عملت لها الانيميا نتيجه انها بتنصرف عن الاكل اللي فيه حديد. الحاجات دي مهمه جدا. مظبوط. ده لازم يكون كمان الطبيب مدرك وهو بيعمل لها التحليل، كمان بيشوف الانيميا، هل الانيميا اللي عندها دي فعلا هي نقص حديد بس لوحدها، ولا هي انيميا تكسيريه، او هي عندها نوع من انيميا البحر الابيض المتوسط سواء كانت الصغرى او الكبرى. كل ده مش هيبان غير بالاسسمنت بتاع الدكتور وحضرتك اللي هتكتبي لها التحاليل دي. حضرتك انت لو ممكن الحاله عندها انيميا البحر الابيض المتوسط الصغرى اللي هي مسميها سلاسيميا ماينور، وجيت اديت لها حديد، انت اذيتها، دخلتها في حاجه اسمها هيموسيدروزز وبيحصل ترسيب في الحديد في الكبد، اذيت الحاله دي هتعيش مريضه كبد، يحصل لها تلف في الكبد بعد كده. فبالتالي ده لازم يكون اسسمنت جود اسسمنت، يكون طبي، ويكون من خلال ان الطبيب بياخد هيستوري منك. صح مظبوط كده يا دكتوره. يعني احنا دلوقتي نقدر نلخص القصه برضو بتاعت النحافه ان مفيش موضوع الوصفات والعلاج بالاعشاب. جريمه. موضوع الكورتيزون ده انا بلاحظه كمان يا دكتوره في البنات اللي لسه صغيرين. ايوه التين ايجرز، بس مراهقين. بنت بقى بتبص بقى ان هي بدات كبرت وعايزه بقى يكون شكلها حلو وصحابها بقى واصحابها كبروا وعايزه تبقى شكلها جميل وبتاع، وان هي رفيعه قوي وبتاع، فتبدا تقول انا ده كورتيزون وفلانه خدته وما شاء الله بقت كذا. عارف عواقب الامور في حاجه زي كده؟ دي هتبقى مريضه سكر، هيجي لها مشاكل جامده جدا في عظامها بعد كده وهشاشات عظام، بعد كده بيشتكوا بيعيشوا طول عمرهم بألم في المعده، لان ده بيسبب على قرحه في المعده على المدى الطويل. ويا دكتور نيفين بعد ما يوقفوا الوصفه العظيمه دي هيحصل لهم ايه بقى؟ ولا حاجه، هرجع لنقطه الصفر تاني. ما هي نفختني بالونه، اتنفخت ورجعت كمان الوزن. انا من ساعتها عايز اقول كده والله ان هي مش بتتخن، هي بحس انها حصل نوع من انواع انا اسف يعني ورمت يعني اتنفخت بالظبط. هو السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، يعني لازم نعترف بحاجه زي كده. ففي كتير جدا بيلجأ من خلال السوشيال ميديا، انا بعت جبت تركيبه كذا، دي جريمه. انت عارفه التركيبه دي فيها ايه؟ ده لازم فورمولا مكتوبه في بريسكريبشن طبيب يتحاسب على اي حاجه موجوده فيها غلط وتتصرف من وصيدلي اللي يعملها، مش تتعمل كده مش اي حد. طبعا انت عارف هي موجود فيها ايه؟ توعيه كمان من الاسره ليها دور مهم جدا. تمام. قضيه الوعي دي قضيه في كل المجالات، سواء كان مجال طبي او مجال مجتمعي او مجال امني. التوعيه
لازم الام تبقى عارفه اولادها بيسمعوا ايه على السوشيال ميديا، ايه المعلومات اللي بتوصل لهم. صح، فما مظبوط. ينفعش اولادها يستاقوا معلوماتهم من خلال السوشيال ميديا الطبيه. صح. لا، انا كأم لازم اثقف نفسي، لازم اتعلم ايه الاكل الهيلثي واتعلم. واحنا دلوقتي كمان بدانا نعمل الكلام ده، يعني بدانا نعمل كويس ندوات، جدا. المعيدين عامله ندوات رائده فيها يعني للهيلث اديوكيشن للاسره حلو الندوات كلها. اللي بتتعمل في الانديه او بتتعمل بالظبط. في الاماكن الاجتماعيه، بحيث تبقى تثقيف للام فعلا، ما تلاقيش بنتها داخله عليها بازازه مبادره رائعه مجهوله يعني، مبادرة رائعة المصدر في نادي سموحه، وعماله مبادرة تشرب ممتازة منها جداً. عشان عايزه تتخن او عايزه يبقى شكلها كويس وخلاص، في حين انها ممكن تمام. تعمل مشكله. مظبوط. فالدور ده مهم جدا انا شايفاه. غير كده كمان الاسره لازم تكون ماشيه فعلا على اكل صحي، يعني ما ينفعش ان انا صح. بقول لابني ما تاكلش الحاجه دي وانا باكلها. طب ازاي؟ صح. هو هيثق فيا ازاي؟ مظبوط. يعني اغلب بيجي لي دايما حاجات طريفه جدا، الاقي الاب وزنه زايد شويه والام وزنها زايد شويه وجايبه بنوته وهي يا عيني مكسوفه وعمالين يلوموا عليها والبنت يا خلاص البنت خلاص بابا هننا قوي. طب هو الاب والام ايه بقى؟ لازم يكون لازم مدعم في يبقى الأسرة. ده حقيقي. لازم يكون هم المبادرين بالموضوع، او المبادرين يبقى بالموضوع. جو البيت كله كده. اجي الاقي مثلا الحلقه جت اقول لها حبيبتي عملت ايه في الدايت الاسبوع اللي فات، تقول لي اصل ماما كانت عامله محشي وبعدين ماما قالت كوبي مش ماما حرام عليها بصراحه، حرام عليك يا ماما بقى. فده مهم جدا ان فعلا تمام. التثقيف الصحي للاسره كلها. تمام يا دكتوره، تمام.